اهلا بيكم سنه رابعه ابتدائي. ان شاء الله النهارده عندنا مراجعه على الوحده الثانيه دراسات. السؤال الاول بيقول لي اكمل. واحد، الصحراء الشرقيه تقع نقط النيل. ها يا احمد. الشرق. برافو. ماشي. اتنين، اللون البني على الخريطه يشير الى المرتفعات الكبيرة. المرتفعات. جبل سانت كاترين. مثال ايه يا احمد؟ جبل سانت كاترين. تمام. ثلاثة، الجزيرة هي مساحة من اليابس تحيط بها المياه من جميع الجهات. جميع الجهات. تمام. أربعة، بيقول لي البحر هو مساحة من الماء المالح نقط من المحيط. ها. أقل. أقل. برافو. طيب خمسة، بيقول لي تحيط بها المياه من ثلاث جهات. هي ايه؟ شبه جزيرة سيناء. شبه الجزيرة، زي شبه جزيرة سيناء كده. تمام. ستة، بيقول لي مساحة واسعة من الأرض مستوية أو شبه مستوية. ده الأخضر. إيه؟ ثواني. الهضاب. الهضاب. تمام. طيب بيقول لي سبعة، إذا أردت تلوين السهل الفيضي على الخريطة تختار اللون الأخضر. برافو. طيب 8، بيقول لي من أمثلة الجبال التي توجد في مصر. ها. الجبال كلها. لا، اديني مثال واحد. جبل جبل سانت كاترين. جبل سانت كاترين. طيب 9، أرض شديدة الارتفاع ولها قمة وجوانبها شديدة الانحدار. إيه دي بقى؟ ده الجبل. ده الجبل. برافو، جبل. شاطر يا أحمد. طيب هنا بيقول لي رقم 10، بحيرة بها مياه عذبة. مين البحيرة فيها مياه عذبة؟ بحيرة ناصر. بحيرة ناصر. برافو. طيب معظم الأراضي المصرية يسودها المناخ. الصحراء الحار. برافو. طيب 12، تقاس سرعة الرياح عن طريق سرعة الرياح. السرعة بقى مش الاتجاه، السرعة. دي الأنيمومتر. برافو. طيب 13، الأمطار تسقط على مصر في فصل في الشتاء. تمام. طيب 14، الطقس والمناخ كلاهما يصف. ها. يصف حالة. يصف ايوه صح، حالة الجو. حالة ايه؟ الجو. جو. برافو، خليك واثق من نفسك يعني. طيب 15، الترمومتر يستخدم في قياس ده كاس الحرارة. درجة الحرارة. تمام. بيقول لي 16، تتنوع البيئات المصرية بسبب ايه؟ بسبب سطح بسبب سطح ايه؟ الأرض. بسبب زيادة سطح. مساحة مساحة. السطح. وكمان ايه كمان تاني؟ ايه تاني؟ تنوع ايه؟ والتنوع. تنوع ايه؟ تضاريس. التضاريس. تمام. وكمان كنت كاتبها في إجابة الامتحان. الموقع. ايوه، الموقع موقع الجغرافي. جغرافي الفريد. برافو، الموقع الجغرافي الفريد. تمام يا احمد. 17، تشغل معظم مساحة مصر البيئة الايه؟ تشغل بيئة. ايوه صح، صحراوية. برافو، الصحراوية. تمام. الرمال السوداء تدخل في صناعة الخزف. تمام. تنتشر الرمال السوداء على طول ساحل نقط. البحر ايه؟ البحر المتوسط. برافو. طيب ينتشر في شبه جزيرة سيناء معدن ايه؟ منجنيز. برافو. برافو يا أحمد. 21، الموارد التي لا تنفذ بالرغم من استخدامنا لها هي ايه؟ موارد ايه بقى؟ الموارد المجددة. المتجددة. الموارد الايه؟ المتجددة. تمام. محطة في البحر الأحمر تقوم بتوليد الكهرباء من
من ايه؟ الهواء. من الرياح. اسمها من ايه؟ الرياح. اللي هي محطة الزعفرانة في البحر الأحمر. طيب الماء والهواء والتربة من الموارد ايه؟ المتجددة. برافو. تمام. السؤال التاني بيقول لي صح، ضع علامة صح أو غلط. واحد، يلون البحر الأحمر على الخريطة باللون الأخضر. غلط. غلط، لأن البحر ده الأزرق. مية، يتلون بلون الايه؟ أزرق. الأزرق. طيب لكل مستوى من مستويات ارتفاعات سطح مصر لون مختلف. صح. برافو يا أحمد. 3 يا أحمد بيقول لي سيناء شبه جزيرة يحيط بها المياه من جميع الجهات. غلط من جميع. من ايه؟ من 3 جهات ايه؟ بس. طيب 4 بيقول لي تلال المقطم هي مساحة واسعة من الأراضي المرتفعة مستوية أو شبه مستوية. غلط. غلط طبعا. أقل خالص. 5 السهول الفيضية تمتد على طول ساحل البحر. غلط. غلط. ليه بقى؟ لأن السهل الساحلي هو اللي بيمتد على طول ساحل ايه؟ البحر. تمام. لكن الفيض ده بتاع الأنهار. ماشي. 6 النهر مجرى مائي عذب. مجرى مائي. صح. صح، عشان في مية ايه؟ عذب. طيب 7 تحيط المياه بشبه جزيرة سيناء من 3 جهات. صح. تمام. 8 السهل الساحلي هي مساحة مستوية من الأرض على طول النهر. طول النهار. صح. على طول النهر. لا غلط. غلط طبعا. على طول ايه؟ البحر. ودي غلط. طيب يعد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بانخفاض درجة الحرارة توقعا لحالة المناخ. لا غلط. حطيتك. برافو. حالة الطقس. 10 معرفة أحوال الطقس تساعدنا في اختيار نوع الملابس. صح. 11 يجب أن يستمع الصيادون إلى النشرة الجوية قبل الخروج. صح. يتغير المناخ من يوم إلى آخر وأيضا عدة مرات في اليوم الواحد. غلط. غلط، ده الطقس هو اللي بيتغير. ماشي. طيب 13 دوارة الرياح تستخدم لتحديد اتجاه الرياح. لا غلط. ده جواب الرياح. ما هي جو، ما هي الدوارة هي الجو. يبقى الإجابة إيه؟ صحيح. 14 معرفة المناخ السائد تساعد في اختيار القرارات اليومية. ها؟ صح. غلط. غلط، ده إيه؟ الطقس. ودي إيه؟ غير القرارات غلط. اليومية. ودي إيه؟ طيب هنا تقاس سرعة الرياح عن طريق جهاز الأنيموميتر. سرعة الرياح. صح. صح. طيب المناخ هو وصف حالة الجو في فترة زمنية قصيرة. غلط. ده إيه؟ طويلة. ده الطقس. الطقس. طيب 17 بيقول لي تعتمد الحياة في البيئة الصحراوية على مياه نهر النيل. غلط. طبعا الايه؟ المياه الجوفية. تمام. 18 بحيرة ناصر موطن لكثير من الأسماك. صح. صح. في أسماك كتير. طيب ساعد الموقع الجغرافي ومظاهر السطح على تنوع البيئات في مصر. صح. طيب 12 تنتشر الكثبان الرملية في الصحراء الغربية. صح. صح. طيب تقوم الزراعة في الصحراء الغربية على المياه الجوفية. صح. بحيرة ناصر من أهم البحيرات الطبيعية في العالم. غلط. دي مش طبيعية، دي صناعية. برافو يا أحمد. تدخل الرمال السوداء في صناعة الخلايا الشمسية والزجاج. غلط. ده الرمال البيضاء. برافو يا أحمد. طيب المحاصيل في مصر تتنوع ما بين صيفية وشتوية. صح. صح. طيب يؤدي الإسراف في استخدام المبيدات الحشرية إلى تلوث التربة. غلط. ليه؟ صح. صح طبعا. بيقول لي إطفاء المصابيح غير المستخدمة شكل من أشكال ترشيد الطاقة. إيه؟ صح. صح. طيب 27 يتم توليد الطاقة الكهرومائية من السد العالي. صح. صح. طيب 28 الطاقة المتجددة نظيفة لا تلوث البيئة. صح. صح. 29 تعتبر الشمس من الطاقات المتجددة في مصر. صح. صح. 30 تمتلك مصر مصادر متعددة لتوليد الطاقة. صح. 31 التلال أقل ارتفاعا من الجبال. صح. 32 توجد جزيرة شدوان في البحر المتوسط. غلط. في البحر ايه؟ البحر الأحمر. 33 تنتشر مناجم الذهب والنحاس في الصحراء الغربية. لا غلط. الصحراء الشرقية. برافو عليك. 34 تقع الصحراء الشرقية غرب نهر النيل. لا غلط. شرق نهر النيل.
صح، برافو عليك. 35 الجزيرة هي مساحة من اليابس يحيط بها المياه من جميع الجهات. شبه جزيرة. لا، الجزيرة. جزيرة. لا، صح. صح. طيب نيجي للسؤال الثالث، بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. 1 نهر النيل وبحيرة ناصر يتشابهان في أن كلاهما يتكون من المحيط ولا المياه المالحة ولا المياه العذبة ولا اليابس؟ من المياه العذبة. برافو. أي البحيرات التالية توجد بها مياه عذبة؟ ناصر، إدكل، برولوس، قارون. ناصر. 3 أي من مظاهر السطح الآتية يعد من الأراضي المرتفعة؟ منخفض القطارة، ساحل البحر الأحمر، جبل سانت كاترين. جبل سانت كاترين. تمام. 4 تحيط المياه أرض سيناء من من 3 جهات، لذا فهي جزيرة، شبه جزيرة، بحيرة، منخفض. شبه جزيرة. 5 يلون جبل سانت كاترين على الخريطة باللون الأخضر، البني، الأزرق، الأصفر. البني. برافو، عشان مرتفعات. 6 إذا أردت تلوين بحيرة قارون فإنك تختار اللون الأخضر، البني، الأزرق، الأصفر. القارون. بحيرة فيها مية. لا، ده الأزرق. تمام. 7 أرض توجد في الصحراء الغربية وتنخفض عن مستوى سطح البحر، الجبل، التل، الهضبة، المنخفض. الهضبة. غلط، المنخفض. بقول لك تنخفض عن مستوى سطح البحر. يعني 8 بحيرة البرولوس تقع في الجهة من مصر، الشمالية، الجنوبية، الشرقية، الغربية. الشمالية. تمام. 9 المنطقة التي تقع بين خليج السويس والعقبة هي شبه جزيرة سيناء، شبه جزيرة شدوان، شبه الجزيرة العربية. شبه جزيرة سيناء. برافو. طيب 10 ظاهرة تضاريسية جنوب سيناء يزيد ارتفاعها عن 1000 متر. ده التلال. لا، التلال بيزيد عن 1000 متر. لا، ده ايه؟ بيزيد. السهل ولا الجبال ولا الجزر ولا التلال؟ الجبل. يبقى هنا الجبال. 11 الطقس والمناخ يختلفان في درجة الحرارة، كمية المطر، الفترة الزمنية ولا سرعة الرياح؟ الفترة الزمنية. برافو. ده الطقس فترة زمنية قصيرة والمناخ فترة زمنية ايه؟ طويلة. طب 12 يستخدم في جمع بيانات دقيقة حول الطقس هي الأقمار الصناعية، محطات الأرصاد الجوية ولا دورة الرياح؟ الأقمار الصناعية. برافو. 13 يقاس المطر باستخدام الترمومتر، مقياس المطر، دورة الرياح ولا الأنيمومتر؟ مقياس المطر. 14 لمعرفة درجة الحرارة نستخدم الترمومتر، دورة الرياح، الأنيمومتر، مقياس المطر. الترمومتر. تمام. 15 ساعد اختراع الترمومتر على قياس كمية المطر، سرعة الرياح، اتجاه الرياح، درجة الحرارة. 16 يسود معظم مصر مناخ استوائي، مداري، قطبي، صحراوي، حار. 17 كيس من القماش يستخدم في تحديد اتجاه الرياح، ميزان الرياح، الأنيمومتر، جورب الرياح، مقياس المطر. تمام. 18 تسقط الأمطار في مصر طول العام، صيفا، شتاء، ربيعا. تسقط الأمطار دي الشتاء. تمام. 19 السد العالي يوجد في محافظة قنا، أسوان، سوهاج، الأقصر. تمام. 12 تخلو مصر من البيئة الزراعية، الصحراوية، الجليدية، الساحلية. لسه تاني. تخلو مصر من البيئة الزراعية، الصحراوية، الجليدية، الساحلية. الزراعية. احنا ما عندناش بيئة زراعية. الساحلية. احنا مش عندنا بحرين. ايوه، بحرين. يعني عندنا بيئة ساحلية. ايوه. احنا عندنا تلج هنا. لا، يبقى ما فيش في مصر بيئة ايه؟ جليدية. بيئة ايه؟ جليدية. ماشي. السؤال الرابع بيقول لي صوب ما تحته خط. 1 النهر هو مجرى مائي مالح. عذبة. لا، نقول عذبة مش عذبة. تمام، يبقى مالح دي غلط. 2 السهول الفيضية تمتد على طول ساحل البحر، الفيضية صح؟ لا، غلط. السهول الايه؟ الساحلية. السهول الايه؟ ساحلية. طيب. 3 تلال المقطم توجد في محافظة الشرقية. غلط. في محافظة ايه؟ القاهرة. الايه؟ القاهرة. طيب. 4 منخفض القطارة أعلى من مستوى سطح البحر. أقل. تمام. 5 الأقمار الطبيعية لها دور في قياس عناصر الطقس. صناعية. برافو، الصناعية. تمام. 6 مناخ مصر معتدل وممطر في الصيف. غلط. الشتاء. طيب. 7 درجات الحرارة مرتفعة في النهار في أسوان طول العام، هذه العبارة تصف الطقس.
غلط، المناخ. عشان قال لي طول الايه العام، يعني دي فترة زمنية طويلة، يبقى ده المناخ، ده ايه؟ مناخ. تمام يا أحمد. طيب 8، يوجد معدن الذهب في الصحراء غلط. ده الغرب، ده مش الغربية. الغربية دي غلط. الصح ايه؟ الشرقية. الشرقية. طيب 9، توجد بحيرة ناصر في مصر شمال نهر النيل. لا، في حاجة غلط يعني. فين؟ جنوب. فين جنوب؟ تحت. طيب 10، ينتشر معدن الفوسفات في الصحراء الشرقية. غلط، دي النحاس. النحاس، برافو. والذهب كمان. هما الاتنين. طيب 11، تعد بحيرة ناصر من أصغر البحيرات الصناعية. ولا أكبر. أصغر دي غلط. يبقى إيه؟ أكبر. برافو. طيب 12، يوجد بحر الرمال العظيم في الصحراء الشرقية. غلط. الإيه؟ الغربية. تمام. 13، بحيرة البرولوس من أكبر البحيرات الصناعية بالعالم. ناصر. برافو، ناصر. تمام. 14، تنتشر الرمال السوداء على طول ساحل البحر الأحمر. بحر المتوسط. برافو، البحر الإيه؟ المتوسط. تمام. أنشأت الدولة محطة الزعفران لتوليد الكهرباء من الشمس. غلط. من إيه؟ من الرياح. برافو. طيب مناجم الذهب تنتشر في الدلتا. مناجم الذهب. الذهب موجود في الدلتا، أمال مين؟ في الصحراء إيه؟ الشرقية. الشرقية. برافو عليك. طيب تنتشر الشعاب المرجانية في البيئة الزراعية. غلط، الساحلية. برافو. اللي هو البحر الأحمر. تمام يا أحمد. تدخل الرمال السوداء في صناعة الزجاج. غلط. الإيه؟ الرمال إيه؟ البيضاء. البيضاء. السوداء في صناعة الخزف. 10، أرض تحيط بها المياه من 3 جهات، هي الجزيرة. غلط، شبه جزيرة. شايف الجزيرة. تمام يا أحمد. 20، يستخدم الأنيمومتر في قياس درجة الحرارة. ذرة الرياح. برافو. برافو يا أحمد. السؤال بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة. سؤال رقم 21 بيقول لي تعتمد الزراعة على المياه الجوفية في الصحراء الغربية، الشرقية، الدلتا، وادي النيل. الصحراء الغربية. تمام، عشان فيها آبار. 22، يخزن المياه لري المناطق الزراعية على مدار العام. مين اللي بيخزن المياه؟ الترع ولا السد العالي ولا البحر الأحمر ولا البحر المتوسط؟ السد العالي. تمام. 23، الكثبان الرملية تنتشر في البيئة الزراعية، الساحلية، الصحراوية، الصناعية. الساحلية. الرمل. الكثبان الرملية. لا، دي الصحراوية. تمام. 24، الموقع الجغرافي ومظاهر السطح أدوا إلى توحيد البيئات ولا تنوع البيئات ولا ثبات البيئات ولا اختلال البيئات؟ تنوع البيئات. برافو. طيب 25 بيقول لي يوجد معدن المنجنيز في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية ولا شبه جزيرة سيناء؟ شبه جزيرة سيناء. ولا الدلتا؟ لا، شبه جزيرة سيناء. تمام. 26، تنتشر الأراضي الزراعية في مصر في نقط: ساحل البحر الأحمر، وادي النيل، الصحراء الشرقية، الصحراء البيضاء. وادي النيل. برافو، عشان في مياه عذبة طبعا. 27، تتميز البيئة الساحلية بأن أرضها متعرجة، مستوية، شبه مستوية، صخرية. متعرجة. لا طبعا، شبه ايه؟ مستوية. طيب 28، الشعاب المرجانية في مصر تنتشر في البحر المتوسط، البحر الأحمر، الدلتا، الخليج العربي. البحر الأحمر. تمام. من الموارد الطبيعية غير المتجددة: الشمس ولا الماء ولا الهواء ولا الفحم؟ الشمس. الشمس غير متجددة يا حمار. متجددة. الفحم طبعا. طيب 30، الموارد الطبيعية، المورد الطبيعي الذي لا ينفذ باستخدام الإنسان له هو الحديد ولا البترول ولا الشمس ولا الفوسفات؟ لا ينفذ. ما بيخلصش أبدا. الحديد ولا البترول ولا الشمس ولا الفوسفات؟ الشمس. برافو. 31 بيقول لي محطة الزعفران لتوليد الكهرباء من الشمس، البترول، الحديد، الفحم، الرياح. تمام. طيب 32 بيقول لي الطاقة الكهرومائية مولدة من الشمس، الرياح، المياه، الوقود. الرياح.
الكهرومائية يعني فيها مية، يبقى مولودة من إيه؟ مياه. المياه. 33 حرق قش الأرز يسبب تلوث الهواء ولا المياه ولا التربة ولا البحار؟ الهواء. تمام. 34 بيقول الحفاظ على الموارد الطبيعية للبيئة يجب نقط الإسراف في المياه، استهلاك الطاقة، استخدام الفحم ولا ترشيد الاستهلاك؟ ترشيد الاستهلاك. تمام. 35 تخلو البيئة الصحراوية من المنخفضات، الهضاب، الجبال، الجزر؟ الجبال. لا طبعا، يا ما هي مليانة جبال يبقى ايه؟ الجزر. 36 جبل سانت كاترين يقع ضمن محافظات الوجه البحري ولا الوجه القبلي ولا الحدود الصحراوية ولا الساحلية؟ الحدود الصحراوية. تمام. 37 البيانات الدقيقة في خرائط الطقس توفر الأقمار الصناعية ولا الصور الجوية ولا برامج التلفزيون ولا برامج الراديو؟ برامج التلفزيون. لا طبعا، الأقمار ايه؟ الصناعية. تمام. 38 تحيط المياه بشبه جزيرة سيناء من نقط جهات 3 ولا 4 ولا 2 ولا 5؟ 3. تمام. 39 المرتفعات والجبال الشاهقة تنتشر في الصحراء الشرقية ولا الصحراء الغربية ولا الوادي ولا الدلتا؟ الصحراء الشرقية. برافو. 40 الزراعة في الصحراء الغربية تقع على مياه نهر النيل، الآبار، الأمطار، البحار؟ الآبار. برافو. 31 تتميز الصحراء الغربية بوجود المعادن بها مثل البترول، الغاز الطبيعي، الحديد، الذهب؟ الحديد. تمام. الذهب ده موجود في الصحراء الايه؟ الشرقية. والبترول والغاز الطبيعي دول مصادر طاقة، ما ينفعوش يبقى معادن. 32 من أسباب تلوث المياه عوادم السيارات، تجريف التربة، الصرف الصحي والزراعي؟ صرف الصحي والزراعي. طيب. 43 بحر الرمال العظيم يوجد في الصحراء الشرقية، الغربية، منخفض الفيوم، الصحراء البيضاء؟ غربية. تمام. 44 أهم الموارد الطبيعية للبيئة الزراعية هي نقط المعادن، المياه المالحة، الرمال، التربة الخصبة؟ التربة الخصبة. تمام. 45 من أهم مصادر المياه العذبة الجديدة التي توفرها الدولة محطة الكهرباء ولا خطوط السكك الحديد ولا تحلية مياه البحر ولا تصنيع الفخار؟ تحليل مياه البحر. تمام يا أحمد.